السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. النهاردة معانا فيديو مميز جدا ونادر جدا، وده لأن النهاردة معانا أحد أنواع الثعابين التي لم يتم تصويرها فيديو حتى الآن. النوع الموجود معانا ده ملوش أي فيديوهات على مستوى العالم تماما حتى الآن. النوع ده ملوش غير صورتين فقط على جميع مواصل التواصل أو جميع مواصل السوشيال ميديا، ملوش غير صورتين، صورة للجسد بالكامل وصورة مقربة للرأس. ولكن قبل ما نعرف النوع اللي معانا ده نرجع ورا شويه. احنا طبعا معروف ان عندنا في مصر متسجل نوعين من الكبرى الحقيقيه، رقم واحد وهي الكبرى المصريه الناجا هاجا، رقم اتنين وهي الكبرى البخاخ الناجا نوبيه. ولكن في عام 2023 كان موجود في مصر هنا عالم فرنسي، عالم في الزواحف، وكان موجود في منطقه ابو رواش، وكان عند احد التجار وشاهد مجموعه من الكبرى محطوطه في صندوق من الكبرى المصريه. ولكن لاحظ ان في كبرى منهم مختلفه عن باقي الكبر، فلما سأل عنها التاجر قال له ان الكبرى دي بتيجي من منطقة في مطروح، ولكن احنا عارفين ان هي مميزة، ولكن هي كبرى مصرية زيها زي بقية الكبرى، ولكن في اختلاف فقط في بعض الالوان وبعض السلوكيات. ولكن نظرة العالم شيء تاني، فهو بالتالي طلع الكبرى من الحوض وبدأ ان هو ياخد ليها كذا زاوية من الصور. ولما رجع لبلده بدأ ان هو يراجع الصور دي مع الكبرى المصرية، واكتشف ان الكبرى دي بالفعل تختلف عن الكبرى المصرية. فبالتالي في عام 2023 تم تصنيف النوع الثالث من الكبرى داخل مصر، وهي الكبرى الداكنة، وتم تسميتها الاسم العلمي ناجا اوبسكورا، ودي ثالث نوع من الكبرى الحقيقية الموجودة عندنا في مصر. فعشان كده النهاردة وحصريا ولأول مرة هيتم تصوير الكبرى الداكنه فيديو، لان ملهاش اي فيديوهات نهائيا. فاحنا عندنا النهارده، طبعا انا بقالي سنتين منتظر، ولكن اول عينات توصلني من الكبرى الداكنه هي كانت النهارده. فعشان كده هنبدا ان احنا نصور على عينه منهم، ومعانا برضو هنا عينه من الكبرى المصريه مقاربه جدا في الشكل ليها، عشان نعرف هل بالفعل في فروقات بينها وبين الكبرى المصريه ولا لا. فتعالوا بينا بقى نقرب ونفتح الكياس مع بعض ونشوف الكبرى الداكنه او ناجا اوبسكورا مع بعض ونتعرف عليها اكتر. ودي هنا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين الكبرى الداكنه ناجا اوبسكورا. طبعا كبرى شرسه جدا جدا، وده زي ما قلت لحضراتكم اول فيديو يتم تصويره للكبرى الداكنه. طبعا كبرى عدوانيه جدا وشرسه جدا. الكبرى دي يا جماعه تواجدها حتى الان بتيجي من مطروح، حتى الان تواجدها في مطروح، وتم تسميتها الكبرى الداكنه او اوبسكورا. طبعا ده نسبه الى السواد الشديد جدا في الراس والسواد الشديد جدا في البطن. الكبرى دي يا جماعه انا موجود عندي، جالي منها 5 عينات. الخمس عينات في منهم الوان افتح من اللي قدام منكم دي، وفي منهم الوان اغمق، ولكن هم متشاركين في حاجه اساسيه، وهي لون الراس ولون البطن. جميع العينات لون الرأس أسود بالكامل ولون البطن بالكامل أسود، فعشان كده تم تسميتها الكبرى الداكنة أو ناجا أوبسكورا. الحاجة التانية اللي لاحظتها في الكبرى ديت إن جميع العينات اللي تم صيدها من الكبرى دي كانت ما بين 1.40 متر إلى 1.60 متر كحد أقصى. عندنا الكبرى المصرية ممكن ان هي تصل لحد 2.70 متر، يعني مسجل علميا ان هي ممكن تصل حتى 2.70 متر، وبتصل لضخامة طبعا غير عادية. ولكن الكبرى الداكنة اكبر عينة تم صيدها للكبرى الداكنة حتى الان كانت حوالي 160 سم، يعني معظم العينات ما بين 140 الى 160 سم. فبالتالي نقدر نقول ان هي متوسطها ان هي ما بين 140 الى 160 او 170 سم. طبعا الكبرى دي يا جماعه جميع العينات اللي تم العثور عليها من الكبرى دي كانت في منطقه مطروح وما حولها، ولكن طبعا هي مسجله ان هي موجوده من بدايه اسكندريه نزولا الى السلوم. وانا اتذكر ان انا في 2013 اصطدت واحده نفس العينه دي ونفس الكبرى ديت عندنا هنا، ولكن وقتها انا ما كنتش اعرف ان في فرق بين الكبرى دي والكبرى المصريه. وللعلم يا جماعه برضو عشان برضو نبقى عارفين الحقيقه ان احنا حتى الان الكبرى دي تم تسجيلها ان هي نوع لوحدها، ده بناء على بعض الاختلافات في الحراشف هنشوفها مع بعض في نهايه الفيديو.
ولكن حتى الان ما اتعملش ليها اي تحليل دي ان ايه، حتى الان ما اتعملش تحليل لسمومها. يعني احنا لحد دلوقتي ما نعرفش اذا كانت هي اصلا بالفعل نوع مختلف عن الكبرى المصريه، ولا نوع فرعي من الكبرى المصريه، ولا نوع رئيسي، ولكن في بعض الاختلافات. وطبعا التصنيف عشان خاطر في اختلافات شكل الحراشف او في عدد الحراشف، من هنا بيكون في اختلافات بين الانواع. يعني عندنا زي مثلا بالضبط الافعى، افعى الجابون. افعى الجابون كانت بتصنف ان هي نوع واحد، ولكن تم تصنيف نوع تاني من افعى الجابون. احنا عندنا نوعين من افعى الجابون موجودين طبعا في جنوب افريقيا، اللي هو النوع الرئيسي اللي هي بيتس جابونيكا، وتم طبعا فصل نوع تاني منها وهي بيتس رينوسيراس. بيتس رينوسيراس وبيتس جابونيكا الاثنين متماثلين تماما في كل شيء، سواء في الضخامه، سواء في الحجم، سواء في الشكل، ولكن الاختلاف الوحيد بينهم هو في شكل الرسمه اللي موجوده على خد الكبرى. يعني خد الكبرى في افعى الجابون الجين الرئيسي بيكون رسمه واحده، مثلث بشكل كامل، ولكن في اللي هي البيتس رينوسيراس بيكون المثلث ده مقسوم على اتنين، يعني هو مثلث ولكن في فاصل بينهم، وده الفرق الوحيد بين الاثنين. فوارد جدا برضو في فرق هنا في الحراشف بين الكبرى المصريه والكبرى الداكنه، فوارد ده ان هو السبب الرئيسي اللي خلى العالم الفرنسي ان هو يسجلها كنوع مختلف. وبرضه عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، ان التصوير هنا مع الاضاءه، الكبرى برضه لونها فاتح في التصوير هنا مع الاضاءه عن الحقيقه. يعني الكبرى على الطبيعه لونها اغمق من اللون اللي قدام حضراتكم ده، اللون بيكون مايل للاسود اغمق من اللون ده، لكن هنا عشان الاضاءه اضاءه بيضاء واضاءه عاليه، فبالتالي مفتحه اللون عن اللون الطبيعي. ولكن الحقيقه الكبرى عدوانيه جدا، كبرى سلوكيا مختلفه تماما عن الكبرى المصريه. اي نعم في بعض العينات من الكبرى المصريه بتكون بنفس الشراسه دي، ولكن بتكون عينات قليله جدا. بالاضافه برضه يا جماعه ان في بعض العينات من الكبرى المصريه بيكون لون الراس عندها اسود بالكامل، ولون البطن عندها اسود بالكامل. يعني في عينات ممكن ان هي تتشابه بشكل كامل مع العينه اللي قدام حضراتكم دي او مع الكبرى الداكنه، ولكن الشيء الوحيد المختلف بين الكبرى المصريه وبين الكبرى الداكنه هي الحراشف اللي تحت العين. ودي طبعا هوريها لحضراتكم في نهايه الفيديو. هنشوف اهم الفروقات بين الكبرى المصريه وبين الكبرى الداكنه، وهنعرف ليه تم تصنيفها ان هي نوع منفصل عن الكبرى المصريه. الحاجه الثانيه اللي لاحظتها في الكبرى دي يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين كده، ان دايما بترجع لورا. يعني دايما عندها السلوك الرجوع لورا ده، ان هي مستعده ليك. يعني الشخص اللي قدام منها او الشيء اللي بيشكل خطر عليها هي مستعده له، في نفس الوقت بتهرب، ولكن بتهرب وهي مستعده له. يعني ما بتلفش ظهرها وتحاول تهرب الا قليل جدا، هي دايما بترجع لورا، وده بيكون ذكاء من الكبرى. يعني احنا عندنا الكبرى الكبيره، الكبرى المصريه الاحجام الكبيره بتعمل كده، وخصوصا الذكور دايما بيرجع بظهره لورا عشان يبقى هو مستعد ليك واخد باله منك، وفي نفس الوقت ما يقدر ان هو يهرب. طبعا الجزء اللي تحت ده يا جماعه اللي هو الجزء الاصفر الفاصل ما بين سقف البق وما بين الرقبه، الجزء ده مع البطشه السوداء الصغيره دي موجوده في جميع العينات الموجوده عندي. يعني انا عندي 5 عينات نفس الرسمه ونفس البطشه ديت، اللي هي الفاصله ما بين اللون الاسود بتاع الرقبه من تحت وما بين لون الراس، موجوده في جميع العينات. فبالتالي كلهم متشاركين نفس لون البطن ونفس البطشه الصفراء ديت مع النقطه السوداء دي مع الراس الاسود. كبرى عدوانيه جدا. طبعا احنا ما عندناش معلومات كافيه عنها، لان دايما كانت بتعد ان هي كبرى مصريه ولكن سلوكيا مختلفه. طبعا الكبرى دي معروفه للصيادين من زمان جدا، ولكن معروفه ان هي كبرى شرسه، او معروفه ان هي مميزه شويه في لون الراس ومميزه شويه في لون الجسد، ولكن طبعا باعتبارها ان هي كبرى مصريه، لان احنا عندنا زي ما قلت لحضراتكم الكبرى المصريه فيها طفرات كتيره جدا من الالوان، ولكن احنا ممكن يختلط علينا الامر، وممكن في الاخر نلاقيها كبرى مصريه بعد عمل تحاليل الدي ان ايه وبعد عمل تحاليل السم ممكن تطلع كبرى مصريه. ولكن هنا زي ما حضراتكم شايفين يعني رسمه القولونسوه
مع الرقبة مع الرأس. الحقيقة أنا شايف إن هي في اختلاف شديد بينها وبين الكبرى المصرية، ولكن ده هيظهر بإذن الله في الأيام القادمة وهنشوفها مع بعض كتير الفترة الجاية إن شاء الله. وهنحاول إن احنا نتابع سلوكها برضو سواء في الغذاء سواء في الحياة بتاعتها بشكل عام، وأي اختلاف بينها وبين الكبرى المصرية إن شاء الله هنحاول إن احنا نوثقه ونحاول إن احنا نصوره لحضراتكم عشان نعرف عنها أكتر. وهنا ده زي ما حضراتكم شايفين كده لون البطن بتاع الكبرى، وهنا واضح جدا اللون الاصفر اللي انا بقول لحضراتكم عليه اللي هو اسفل الفم، وبعد كده في بطشه صغيره سوداء مع الاصفر، وباقي لون البطن بالكامل بالاسود. جميع العينات سواء فاتحه او غامقه نفس لون البطن. وده هنا شكل الكبرى من فوق. طبعا الشكل من فوق كده يا جماعه بيشبه بشكل كبير جدا من بعيد الكبرى العربيه. يعني حتى نفس رسمه الحراشف بتاعه الجسد بتشبه بشكل كبير جدا مع لون الجسد مع لون الراس. لما نشوف الكبرى من بعيد كده هي نسخه من الكبرى العربيه، ولكن طبعا دي مختلفه عن الكبرى العربيه تماما. يعني لا هي كبرى عربيه ولا هي كبرى مصريه، ده نوع ثالث مختلف عنهم. تعالوا بقى نشوف اهم الفروقات يا جماعه بين الكبرى المصريه الناجا هاجا والكبرى اللي هي الداكنه ناجا اوبسكورا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الاثنين قريبين من بعض جدا في الشكل، ولكن دي هنا معانا الكبرى المصريه ودي هنا معانا الكبرى الداكنه. فسريعا عشان ما نطولش على حضراتكم هنيجي نشوف اهم الفروقات اللي العلماء صنفوا بيها الفرق بين الكبرى دي وبين الكبرى دي. هنيجي هنا الاول للكبرى الداكنه. بصوا يا جماعه لو عدينا الحراشف بتاعه الشفاه العلويه، هنا الحرشفه دي طبعا خاصه بالانف، هنبدا نعد من هنا هنقول رقم واحد رقم اتنين، هنيجي بقى على رقم تلاتة ورقم أربعة. لو ركزنا كده يا جماعة رقم تلاتة وأربعة متصلين بالعين، يعني الحرشفة دي كاملة لحد العين والحرشفة دي كاملة لحد العين، في حين إن رقم خمسة فيه فاصل ورقم ستة فيه فاصل. هنا الفاصل ده واحد اتنين تلاتة، تلات حرشفات اللي هم فاصلين من اول رقم خمسة. في حين ان احنا لو جينا هنا على الكبرى المصرية هنعد هنا نسيب الشفاه العلوية ونعد من هنا ادي واحد ادي اتنين، هناخد بقى تلاتة واربعة. تلاتة واربعة بصوا يا جماعة لو ركزنا هنلاقي ان في فاصل بين تلاتة واربعة، في حين ان احنا لو عدينا دول هنلاقي هنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام. فدي اهم حاجه مفرقه بين الاثنين، ان رقم 3 ورقم 4 متصلين بالعين في الحراشف الفك العلوي. في الكبرى المصريه رقم 3 رقم 4 كلهم في فاصل بينه وبين الكبرى بينه وبين الحراشف العلويه للسقف. يعني هنا في فاصل بين العين وبين الحراشف رقم 3 ورقم 4. الكبرى اللي هي الاوبسكورا رقم 3 رقم 4 متصلين بالكامل لحد العين. دي من اهم النقط اللي فرقت بين الاتنين، بالاضافه طبعا ان شكل الحراشف نفسها. يعني انا هحاول ان انا اوري لحضراتكم حراشف الجسد. بصوا يا جماعه لو هنا ركزنا شويه هنلاقي ان الحراشف بتاعه الاوسكورا فيها ميل اكتر من الحراشف بتاعه الكبرى المصريه. يعني هنا لو جينا على الكبرى المصريه وبصينا على الميل بتاعها هنلاقيه مش منتظم زي الحراشف دي. يعني الحراشف دي هنا عامله زي النخله بالظبط، هنا برضو هي نفس النخله ولكن هنا فيها انتظام اكتر. ولكن هو اهم حاجتين بيفرقوا بينهم زي ما قلت لحضراتكم هي الشفاه العلويه. هنا الشفاه العلويه رقم 3 ورقم 4 متصلين بالعين، هنا الشفاه العلويه رقم 3 ورقم 4 في فاصل بينها وبين العين.
طبعا دي هنا كده يا جماعة الكبرى المصرية ناجا هاجا، ودي هنا الكبرى الداكنة ناجا اوبسكورا. دي هنا كده يا جماعة الكبرى المصرية، ودي هنا الكبرى الداكنة. وفي الختام أتمنى أن أكون أفدت حضراتكم وأتمنى دعواتكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.